رحلة بول بوجبا مع الادمان. بول لابيلي بوجبا ده اسمه الثلاثي، لاعب كرة قدم فرنسي من اصل غيني، من مواليد 15 مارس 1993، واللي ليه في الابراج يعني بوجبا كده برج الحوت، يعني كده عمرو دياب غنى لبوجبا. من اب وام مسلمين، فبالتالي بوجبا كمان مسلم وعنده اخين، والاتنين برضو بيلعبوا كورة بس مش في شهرة بوجبا. اول واحد اسمه ماتياس بوجبا، عنده 34 سنة وبيلعب في فريق سبارتا روتردام اليوناني، وزي ما انت شايف نسخة من بوجبا. اما اخوه التاني اسمه فلورنتين بوجبا، دلوقتي بيلعب في نادي اسمه سيدان على سبيل الاعارة من نادي سانت تيان، والفريقين موجودين في فرنسا، وعنده برضو 34 سنة. ايوه تخمين صحيح، اخوات بوجبا الاتنين توأم. وفي اوائل التسعينات انتقلت عيلته من غينيا لفرنسا علشان يعيشوا حياة احسن. وكان في مرة بوجبا كان في المدرسة، كان بيلعب كورة مع اصحابه، وفي يوم كده مرة واحدة قرر ان انا هبقى لعيب كورة، هو ده المستقبل، خلاص دراستي انا مش فاضي. وعيلته كلها ساندته في القرار ده، مع انه كان لسه طفل صغير ما بقاش عنده 6 سنين حتى. وبسبب القرار ده اول ما تم ال6 سنين لعب في اول نادي ليه، والنادي ده كان اسمه، الحقيقه الاسم فرنساوي وانا ما بفهمش فرنساوي، فالاسم طلع قدامك، لو بتفهم فرنساوي اكتب لي بالعربي بيتنطق ازاي. ودلوقتي النادي ده في ملعب اللي بيدربوا عليه الاطفال الصغيرين في الاكاديميه، الملعب ده عليه جرافيك بمساحه الملعب كله عليه بول بوجبا، والملعب ده اديداس اللي عاملاه، لان اديداس هي الراعي بتاعت بول بوجبا. وبوجبا بنفسه راح الملعب ده في الافتتاح واتصور مع اطفال الاكاديميه هناك. ومش كده وبس، ده لعب كمان معاهم. وبعد الفريق ده راح الفريق اللي بدأت فيه قصته كلها كبول بوجبا، فريق اسمه لهافري، يا رب اكون نطقته صح. بسبب بقى لعب بول بوجبا مميز في الفريق ده، ولعلمك الفريق ده درجة تانية، كان الفريق ده هو بداية شهرة بول بوجبا. وبسبب ادائه مع الفريق ده مانشستر يونايتد شافوه، وفي 2009 راح مانشستر يونايتد وبقى لعيب في الاكاديمية عندهم، وبقى من ناشئين مانشستر يونايتد. ولعلمك نادي لي هارفي ده برضه طلع منه لعيبة كتير انت عارفها، منها لسانا ديارا اللي كان في ريال مدريد، ورياض محرز اكيد عارف رياض محرز، ومندي اللي بيلعب في ريال مدريد دلوقتي برضه. نيجي بقى الاول انجازات بوجبا ولما العالم فعلا بدأ ياخد باله منه. في سنة 2013 كان سبب من الاسباب الرئيسية ان فريق فرنسا تحت ال20 سنة اخد كاس العالم لتحت 20 سنة، وكمان في نفس السنة اخد جايزة الجولدن بوي او احسن لاعب شاب في العالم، دي زي البالون دور كده بس بتاعت الشباب الصغير لسه. وفي السنة اللي بعدها على طول في 2014 اخد احسن لاعب شاب في كاس العالم، بس المرة دي كاس العالم للكبار مش تحت 20 سنة. وده اكتر كاس عالم بكرهه بصراحة، علشان ميسي وصل النهائي وما خدش كاس العالم فيه. وفي الصورة الشهيرة بتاعته اللي بيفضل باصص فيها للكاس دي، والناس قعدت تشيرها كتير وقعدت تحزق جواها كتير لحد ما جت لحظة شيل يا طويل العمر شيل. معلش بس في اصحابي مدريديين كتير بيتفرجوا عليا، والموضوع حاسس بقاله سنين جوايا، من نفسي يا جدع من نفسي نرجع لبول بوجبا، عشان لو قعدت اتكلم على ميسي هخلص الفيديو كمان 15 ساعة. وفي 2015 كان بول بوجبا من الأسباب الأساسية إن يوفنتوس لعبت نهائي الشامبيونز ليج، ودي كان حاجة يوفنتوس بقالها 12 سنة ما عملتهاش، ما حصلتش غير لما بول بوجبا بقى في يوفنتوس. انت مش لسه قايل لي كان في ناشئين اليونايتد؟ راح يوفنتوس ازاي دلوقتي؟ الصبر هقولك اصبر. راح من اليونايتد ليوفنتوس في صفقة انتقال حر ببلاش. تخيل بوجبا ماشى ببلاش. اليونايتد دول فريق غريب والله، مش بيقدروا اي موهبه، يمكن عشان كده الفريق دلوقتي كله مواهب صغيره في السن، لسه بيحاولوا يعوضوا العك اللي عملوه زمان، لان مش بوجبا بس اللي متقدرش، في لعيبه كتير ماشوا من عندهم باسعار غريبه. بس يلا ما علينا، نرجع لبول بوجبا. في 2016 بقى بوجبا رجع اليونايتد تاني، بس المره دي كاغلى لعيب في العالم، بصفقه وصلت وقتها لقيمتها 105 مليون يورو. ولحد دلوقتي بول بوجبا اكتر لعيب اتدفع فيه فلوس في الدوري الانجليزي. جوارديولا كان لسه جايب جريليتش ب 100 مليون يورو من سنتين ثلاثه، والناس اتكلمت انه دافع فلوس اوفر في اللعيب ده من سنتين ثلاثه. تخيل بقى في 2016 105 مليون. وطول مسيرة بوجبا اخد جوائز كتير، منها 4 دوري ايطالي، 2 كاس ايطاليا، و3 كاس السوبر الايطالي. والجوائز اللي هقولها ليك دلوقتي دي كل جايزة منهم اخدها مرة واحدة بس: كاس الرابطة الانجليزية، الدوري الاوروبي، كاس العالم تحت 20 سنة سنة 2013، وفي 2013 برضو اخد جايزة الجولدن بوي، وفي كاس العالم 2014 اخد احسن لاعب شاب في كاس العالم 2014. وطبعا كلنا عارفين مين اللي اخد احسن لاعب في البطولة.
الليونيل. ما علينا، نرجع لبوجبا. اخد جايزة برافو في 2014 برضه، ودي جايزة موجودة في ايطاليا لاحسن لاعب شاب في الموسم. احسن صانع العاب في الموسم لموسم 2015 2016 في ايطاليا. لاعب الموسم في الدوري الايطالي لموسم 2016 2017. بس كالعادة الحلو ما بيكملش. بوجبا توقف عن لعب الكورة لمدة 4 سنين بسبب المنشطات، وتحديدا كان بياخد تستوستيرون. اتحداك تقول تستوستيرون 10 مرات ورا بعض من غير ما تتلخبط. انا مش هكمل غير لما تقول. بهزر هكمل. التستوستيرون ده بقى بيعمل ايه؟ ده هرمون بياخدوه لعيبه كمال الاجسام عشان تبقى احجامهم مش طبيعيه زي ما بتشوفهم ويبقى كلهم عضلات. الغريبه بقى ان بوجبا كلاعب كوره مش محتاج الحجم ده، ولعيب الكوره الوحيد اللي بعضلات كده وشكله يخوف فعلا هو اداما تراوري. بس اتعمل له تحاليل كتير وهو ما بياخدش اي حاجه. الراجل جيناته كده، ولعلمك بيقول عمره في حياته ما شال كيلو حديد. كل ده من تمرينات الكوره العاديه وتمرينات مقاومه باحمال مقاومه وحاجات عاديه اي لعيب كوره بيعملها، بس هو جيناته كده. هو التيست غير انه بيزود حجم العضلات بيدي قوه زياده للشخص كمان، بس برضه في الاول والاخر بوجبا صانع العاب، يعني لا هو لا مدافع ولا راس حربه، فالتحاماته مش كتير زي باقي اللعيبه. فمش فاهم هو ليه راح لسكه الهرمونات، وكمان لسه مش كبير قوي، ده 30 سنه يعني، حتى مع الجس علشان ياخد حاجه ترجع اداؤه تاني. ودي المشكله في الموضوع، ان هو 30 سنه وماشي في ال31، يعني لما الايقاف ده يخلص هيقدر يرجع يلعب كوره وهو عنده 35 سنه، وده سن لعيبه كتير بتعتزل فيه او بتبدا تفكر في الاعتزال. هيبقى هو لسه راجع. ايه ده شايف هناك هو نادي الهلال باعت له عرض. اكيد هيروح السعوديه. هيروح فين يعني؟ وعلى حظه كمان للاسف كاس العالم الجاي مفيش بوجبا كده، لان عدى سنه على كاس العالم او سنه ونص كمان، والحكم مدته 4 سنين، فباي باي كاس العالم، وتقريبا مش هيلعبوا تاني كده خلاص. بوجبا من اللعيبه اللي انا بحب لعبها جدا، اكيد باين من مدحي في ميسي كل شويه ان انا برشلوني. هو اللي لعيب جامد. اعمل ايه؟ نرجع لبوجبا. كان من احلامي ان انا اشوف بوجبا ده في يوم من الايام في برشلونه، لان فعلا بوجبا من اللعيبه اللي حببتني في الكوره اكتر ما انا بحبها، بس مش زي ميسي طبعا. ميسي حببني فيها جدا. اي فرصه هتيجي هتلاقيني بقول ميسي. واليجري مدرب يوفنتوس كان لسه في لقاء صحفي معمول له قبل ماتش نابولي اللي عدى، ايوه اللي خسروا، قال ان خبر زي ده اكيد زعله جدا، وحرام ان لعيب في قيمه بوجبا يتحرم من لعب الكوره كل ده. دي خساره للكوره قبل ما تبقى خساره لبوجبا نفسه. وده كان راي اليجري وانا رايي من رايه. ورغم ان بوجبا مش اول لعيب ياخد منشطات او يكون مدمن على اي حاجه تانية، عندك مارادونا بنفسه مثلا كان بيحشش وبيسكر وبيعمل كل حاجه غلط، وكل الكوكب عارف، وعمر ما حد حلل له ربع تحليل، ومع كده كان اسطوره وبقى مارادونا. بس تقريبا يعني ما كانش فيه تحليل وقتها زي دلوقتي، غير لو عايزين يغلسوا على لعيب، ولا ما كانش فيه اصلا، مش عارف، انا بجود. بس بصراحه انا شايف ان 4 سنين كتير جدا جدا، بطريقه كتير قوي. كان ممكن يتوقف موسم حتى ويدفع الباقي فلوس، او كان يتوقف باقي الموسم ده ويدفع برضه فلوس، او مثلا كان ممكن يحط له بند ان هو كل ما يدفع مش عارف قد ايه يقل من الفتره، او حسب التزامه حد يتابعه كده يعني. بس 4 سنين كتير قوي تقضي على كارير اي حد في اي شغل عموما، مش في الكوره بس. يعني انا دلوقتي وانا بحكي لك اللي حصل معاه، انا نفسي متضايق، وانت اكيد اتضايقت كمان، يعني ما احط نفسك مكانه. تخيل هو بقى عامل ازاي. يا اخي الدنيا دي سبحان الله، ممكن يبقى معاك كل حاجه ومحقق كل احلامك، وفي ثانيه تلاقي كل حاجه اتبخرت ومعكش اي حاجه، مع ان بوجبا معاه فلوس طرش لسه، بس يعني حلمه خلاص راح منه. مش عشان يرجع يلعب هيرجع عنده 35 سنه، وزي ما بقول لك في الاغلب هيرجع على السعوديه، فخلاص مفيش بوجبا بتاع اوروبا، هيروح يجيب فلوس زياده وخلاص. مفيش عقد في السعوديه ليا اي حاجه، اروح اقف حارس، الم كور، اي حاجه، انا موافق، هقضي على الكارير بتاعي من دلوقتي عادي، ما عنديش مشاكل. قول لي بقى في الكومنتات ايه رايك في اللي حصل ده، وشايف ان عقوبه 4 سنين يعني مناسبة ولا كتير؟ انا شايفها كتير جدا، ومش عقوبة عادلة خالص. ربنا معايا بقى، ربنا معاه. وبس يا زميلي كده الفيديو بقى خلص. لو عجبك ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات وتسيب لي رأيك تحت في الكومنتات. بس يا زميلي سلام.